طيب يا زميلي، شرح النهاردة ده عن طريقة حظر أرقام الواتساب. أي رقم بيضايقك إزاي تحظره. عامة الناس اللي بتخش تضايقك وده كله هعرفك إزاي تطير رقمه من الواتساب، يعني تحظره رقمه من الواتساب بطريقة سهلة جامد. تمام. كل اللي عليك إن أنت تعمله تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تنزل تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة عشان إيه؟ نوصل كده قلب أخوك 1000 مشترك في أسرع وقت. لو أنت أول مرة تشوفني زي ما قلت لك كده، يلا صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، انزل اعمل لايك للفيديو، اكتب لي كده كومنت شبهك يا جميل، خلصانه. وكمل الفيديو للاخر عشان تعرف ازاي تلغم البند او عامه تطير اي رقم مضايقك او تحذر اي رقم مضايقك من على الواتساب باسهل طريقه. تمام. كل اللي عليك شوف بقى النسخه دي، انا هسيب لك لينك قناه التليجرام بتاعتي تحت في قلب الوصف، تخش تاخد النسخه دي منها. تمام. النسخه دي بتاعت ابو حذيفه، نسخه عكس الرسائل لحذر الارقام. تمام. النسخه دي طبعا ايه، كمل الفيديو الاخر عشان اعرفك ازاي تستخدمها وازاي تحمل الكود اللي انا هسيبهولك، اللي هو البند عامه اللي انت هتركز بيه على الرقم اللي يضايقك عشان تحذر رقمه. تمام. نخش كده على النسخه. النسخه طبعا انت هتفعل عليها رقم امريكي. لو انت ما بتعرفش تفعل رقم امريكي يعني رقم وهمي، هسيب لك لينك فيديو في قلب الوصف تخش ازاي تعرف ازاي ان انت تفعل رقم امريكي. تمام. النسخة بعد ما تفتح معاك هتفتح معاك بالواجهة دي، هتضغط انت بعديها على الزائد اللي هو اللي تحت على الشمال ده كده يا صاحبي، اللي هو ده، اللي هو ده كده، اللي هو الزائد ده. اضغط كده عليه وبعدها تضغط على العلامة اللي هي اللي عاملة زي البتاع بتاعت الباهية دي. تمام. اللي هي دي، شفت اللي هي دي يا برو. تمام. اضغط كده عليها وبعديها تضغط على الخصوصية. ركز بقى معايا في اللقطة دي عشان تفهم كلمة الخصوصية دي كده. اضغط كده عليها يا صاحبي وبعديها تفعل الزرار اللي مكتوب عليه عكس عكس الرسائل لحظر الايه الارقام. اضغط كده عليه تفعله كده، احنا فعلناه. تمام. ارجع كده، ترجع من النسخة اللي هي بتاعت حظر الارقام بتاعتنا بتاع النهارده دي وتضغط بعديها على الثلاث نقط الفعال اليمين دي كده. اولا الرقم اللي انت عايز تحظره ده ما تسجلوش عندك على الخط، يعني مش تروح تسجل رقم الرقم اللي مضايقك ده، ما تسجلوش. انت تاخد رقمه نسخ مثلا احنا نكتب رقم عشوائي. انا اعرفك الطريقه لان انا ما ينفعش اوريك البند في الفيديو علشان ايه، الفيديو اليوتيوب ما يحظروش. تمام. مثلا ايه، 0 10 24 100 4 5 5. تمام. وندوس مراسلة هيفتح معاك بالواجهة دي. بص ايه اللي هيحصل بقى، مثلا ايه، عامل ايه، عامل ايه. تمام. شوف ظهر ان مين اللي باعت، هو الشخص اللي هو اللي مضايقك. ظهر قدامك مين اللي باعت، اللي هو الشخص اللي مضايقك ده ظهر قدامك ان هو اللي بعت. طبعا الرساله دي انت مش هتكتبها كده، انا هسيب لك بند كود عامه، كود الشركه. اول ما بتشوفه وانت بعديها بتضغط ابلاغ والبتاع دي كده، فايه اللي رقمه بيطير. تمام. رقمه بيتحذر من الواتساب خالص، يعني انسى ان هو يعرف يضايقك تاني او اي حاجه. بعد ما تعمل كده شوف كلمه ابلاغ دي، تفضل تدوس عليها كده وتدوس ابلاغ، 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 ابلاغ. تمام. بعد ما تعمل ده كله طبعا انا هسيب لك اللينك كود، الكود ده انا هسيبه لك تحت في البلينك مختصر في قلب الوصف. والنسخه عشان تاخدها لازم تخش تحمل من التليجرام النسخه. انا عامه انت هتعكس بجزء اكواد، هسيب لك كود في قلب لينك مختصر والكود التاني هسيبه لك في قناه التليجرام هو والنسخه. انت كل اللي عليك تخش قناه التليجرام بتاعتي يا صاحبي، تاخد منه النسخة وتاخد منها البند، يعني حاجة رايقة قلب اخوك. تمام. بعد ما هتعكس على طبعا وده كله هتلقى رقمه اتحذر، مش هيعرف يضايقك تاني. تمام. وتعالى دلوقتي اعرفك ازاي تحمل الكود عامة من القناة. لا يا زميلي، كده انا وريتك ازاي تعكس وازاي تفعل الزرار وازاي تعمل ده كله، واسيب لك اللينك بتاع ان انت تعمل زي رقم امريكي، رقم فيك لتفعيل الواتساب وده كله عشان تعرف تعكس وما تعكسش من رقمك الاساسي. واهم حاجه ما تسجلش اللي انت عايز تحذر الرقم ده عندك على التليفون.
لان انت لو سجلت الرقم مش هيتحظر. طب دلوقتي انا اعرفك ازاي تحمل اول كود، والكود التاني تخش تاخده من قناتي بتاعه التليجرام. تمام. اللينك ده طبعا انا هسيبه لك تحت في قلب الوصف بتاع الفيديو ده، وهسيب لك اللينك بتاع قناتي بتاع التليجرام. اهم حاجه تخش جوه قناه التليجرام، وبعديها تحمل اللينك ده، تحمل الكود ده، والكود التاني انا هنزله في قناه التليجرام بتاعتي. تمام. ركز كده معايا ثانيه بس كده، النت عندي ضعيف. هيفتح معاك بالواجهه دي بعد ما تضغط على اللينك اللي انا سيبه لك تحت في الوصف. هتستنى لحد ما الوقت ده يخلص كده، هتنزل كده تحت وهو هينزل تحت كده. تمام. زي ما عرفتك كده، احنا دلوقتي بنحمل ايه؟ اول كود اللي احنا هنعكس بيه. طبعا انت هتعكس بجزء اكواد. تمام. انا عرفتك ازاي تعكس وازاي تضرب الابلاغات على الشخص اللي مضايقك. تضغط بعدها كونتينيو، وبعديها نيكست. هتستنى لحد ما البتاع ده يتخطى. طبعا انا عندي النت ضعيف فشخ، فاللي هو ده بتبقى حسب نتك. اكيد انا عندي الواي فاي يعتبر خلصان. تمام. بس هو عامة البرنامج يعني الموقع مش تقيل جامد، بس انا عندي ايه، النت خلصان. هتنزل كده تحت، تستنى برضو لحد ما اللينك ده برضو يخلص، العد ده يخلص قصدي. مستنيين اهو. طبعا انت بقى تقول لي بقى البند اللي انا هاخده منك مش هيشتغل. لا يا حبيبي، انت تخش في قناة التليجرام وتجرب بنفسك، وعايزك تدعي لي بعديها. واضغط بعديها على نيكست. ركز بقى في قلب الحتة اللي جاية دي، عشان ايه؟ هي اهم حاجة في قلب التخطي بتاع اللينك ده. تفضل تضغط نيكست ليه كده. انا عندي النت ضعيف طبعا، فلا انت اول ما تضغط عليها تحمل على طول. هتستنى الوقت ده برضو كده يخلص. هو الوقت ده بدل الكابتشا وبدل الحاجات دي كلها. تنزل كده تحت، تنزل تحت كده يا برو. خلاص فاضل 5 ثواني يعتبر. تستنى كده. كونتينيو اهي. هضغط بعدها على كونتينيو، وبعديها نيكست تاني. هتستنى لحد ايه ما الوقت يخلص. ايه اللي اقربتك الجهاز تقريبا. ركز بقى في الحتة دي عشان دي اهم حاجة في قلب الفيديو كله، عشان تعرف تحمل اللينك بالظبط. تمام. اضغط بعدها على متابعة، وترجع لورا كده بالشاشة، او كده اللينك فتح معانا بدون اي مشاكل. تمام. اللينك فتح معانا بدون اي مشاكل. هيفتح معاك على اساس انه ايه، كود تمديد نسخ الواتساب. انا اعملها كده عشان ايه؟ الفيديو ما يتحظرش. تمام. هتخش على الملف ده، هتلاقي ايه جواه؟ البند ده يبقى اول كود. الكود التاني انا هسيبهولك في قلب قناة التليجرام. انا عامله كاتب عليه كود تمديد عمر نسخة الواتساب، عشان الفيديو بتاعنا ده ما يتحذرش من اليوتيوب. اليوتيوب ما يزريش الفيديو. خلصانه. يلا اشوفك في الفيديو الجاي. انزل اشترك في القناة، اعمل لايك للفيديو ده، اكتب لي كومنت كده شبهك يا جميل.